السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم متابعينا الكرام في كل مكان، يا رب تكونوا بخير. الفيديو بتاعنا النهاردة هنتكلم فيه عن البيض وعن أهميته وعن قد إيه هو مفيد لينا، وإحنا بنتجاهل فايدته بتجاهلنا لأكله أو متابعة تغذية أولادنا بالبيض. أولا هنتكلم عن أنواع البيض. في 3 أنواع: البيض البلدي والبيض الأحمر والبيض الأبيض. وطبعا احنا عارفين ان البيض البلدي هو الاغلى، وبعدين البيض الاحمر اقل في السعر شوية، وبعدين البيض الابيض اقل. طب ليه البيض الاحمر اغلى من الابيض مع ان الاتنين بيض مزارع؟ لانه اغلى في القيمة الغذائية. طيب ليه بيختلف لون البيضة؟ بيختلف لون البيضة حسب الجينات اللي بيكتسبها من لون الفرخة اللي وضعت البيضة، وكمان من شكل البويضة اللي تم زرعها. وبيتطابق القيمة الغذائية للبيض الأحمر والبيض الأبيض بنفس القيمة الغذائية في الاتنين. مفيش واحدة فيهم القيمة الغذائية أعلى من التاني، لأن النوعين في البيضة المتوسطة بيحتووا على 12 جرام من البروتين و7 جرام من الدهون و70 سعر حراري و210 من الكوليسترول. كمان بيحتوي جميع أنواع البيض بمختلف أشكاله على نسب كبيرة من فيتامين ب وبعض المعادن الأساسية زي الفسفور والكالسيوم والبوتاسيوم. طب ايه الفرق في البيض البلدي والبيض المزارع؟ البيض البلدي هو اللي بيتم إنتاجه بطريقة طبيعية بدون أي تدخل من البشر، وهو بيتميز على انه ما بيحتويش على اي مواد او هرمونات في البيضة، بالاضافة ان قيمته الغذائية مرتفعة جدا عن باقي انواع البيض، ولان النظام الغذائي بيؤثر على طعم البيضة وطعم الدجاجة نفسها. واحنا عارفين دايما ان الفراخ البلدي بيبقى سعرها اغلى من الفراخ المزارع. طب ايه هي فوائد البيض عامة؟ بيحسن نسبة الكوليسترول في الدم، وبيحافظ على صحة القلب والأوعية الدموية، وبيساعد على نقص الوزن في النظام الغذائي للناس اللي حابة تمشي على نظام رجيم، لأنه بيحتوي على البروتين اللي بيساعد في الشعور بالشبع. كمان مفيد جدا للحوامل لأنه بيحفز الأجنة على النمو بصورة طبيعية ويساعد على نمو العضلات. ورغم ارتفاع سعر البيض البلدي، ولكن الكثير بيفضل انه يتناوله على وجه الخصوص لاعتقادهم انه بيحتوي على عناصر غذائية تفوق الموجودة في البيض الابيض والبيض الاحمر. طيب ايه هي الفيتامينات اللي موجودة في البيض عامة؟ البروتين، الفيتامينات والمعادن، الكوليسترول، الفسفور، الكالسيوم، احماض الاوميجا 3، الزنك، فيتامين ب 12 وفيتامين ب 5 وفيتامين أ. لكن النسب بتختلف من بيضة لبيضة، يعني من البيض المزارع للبيض الأبيض أو الأحمر. كمان أكتر أنواع بيض انتشارا في السوبر ماركت أو عند موزعي البيض اللون الأبيض ده واللون الرخامي واللون الأحمر، دول أكتر 3 أنواع منتشرين. يعني ناس كتير جدا بتقلق تشتري البيضة اللي بتبقى قشرتها رخامية كده، بالعكس دي بتبقى بيضة زيها زي البيضة الحمراء والبيضة اللي جنبها. طيب في نوعين من البيض، هو البيض العادي والبيض العضوي. البيض العادي هو البيض اللي بيتم انتاجه من الدجاجة اللي بتتغذى على أغذية طبيعية، ودي في العادي بتلاقي الصفار بتاعها بعد ما بيتسلق بيبقى الصفار بتاعها غامق. اما البيض العضوي هو البيض اللي بيكون لون الصفار بتاعه افتح، وبيتم انتاج البيض العضوي من الدجاج اللي بيتغذى على الاطعمة العضوية، مما يجعلها اغنى بالفيتامينات. ودي صورة توضيحية لألوان البيض العادي والبيض العضوي. طيب عايزين نتكلم عن البيض النباتي. ناس كتير لما بيسمعوا كلمة بيض نباتي بيفتكروا انه بيض بيبقى مزروع او ما شابه، لكن في الحقيقة هو بيض مصنوع من البروتينات النباتية بشكل كامل،
وبيتكون من البقوليات والكركم ونكهة تشبه نكهة البيض، وبيتشابه مع البيض الحقيقي في قوامه وريحته وطعمه، وبيحتوي على نفس نسب القيمة الغذائية الموجودة في البيض الحقيقي، ولكن بنسبة أقل شوية. ودي صور توضيحية وريتها لكم علشان تعرفوا شكل البيض النباتي. هو بيبقى بودرة كده جوه العبوة، وبيتم إضافة المية ليه، وبعدين بيتم قليه أو إضافته على بعض المأكولات زي ما نحب. طيب في كمان البيض بيبقى عليه ختم. الختم ده حاجة مهمة جدا، معنى كده ان تم متابعة البيض ده وختمه بختم اليوم اللي تم جمع البيض فيه، وكمان بيكتبوا عليه التاريخ المسموح للبيضة ان هي تقعد في جو معين علشان ما تتأثرش او تبوظ او تمشش. فبيبقوا كاتبين لنا على البيضة بالختم تاريخ اليوم اللي تم وضع البيضة فيه ومدة صلاحيتها، يعني تاريخ انتهاء صلاحية البيضة، علشان واحنا بنشتري اول ما هنشوف التاريخ هنعرف امتى تم وضع البيضة واذا كانت تصلح للاستخدام الادمي ولا لا. لان في ناس كتير للأسف عشان في بيض مش بيبقى مختوم فمش بيبقوا عارفين هو اتخزن صح ولا لأ، وبيبقى مدة صلاحيته انتهت ولا لأ، وبيكتشفوا بعدين مع استعمال البيض انه ممشش وبايظ. فدي حاجة لضمان صحة المستهلك. هنتكلم بقى عن الصفار بتاع البيضة. الصفار في الطبيعي انه يكون صافي ولونه اصفر نقي مفيهوش اي شوائب او دم. طب لو ظهر في صفار البيضة شوائب او دم، ده بيبقى ايه السبب؟ بتبقى الفرخة تناولت اغذية ذات جودة منخفضة او انخفاض في قوة جهاز المناعة للفرخة او اصابتها ببكتيريا طفيلية. وده تقرير بيوضح لنا ايه هي الاسباب في وجود نقطة دم في صفار البيضة والشوائب اللي بتبقى مخلية الصفار مش صافي، وكمان ينفع المستهلك يستخدمها ولا فيها خطورة عليه. من ضمن اللي هنتكلم عنه في الصفار اللون بتاعه. في صفار بيبقى لونه فاتح، وفي صفار بيبقى لونه غامق شوية، وفي صفار بيبقى لونه غامق جدا. هو المعروف ان صفار البيض البلدي بيبقى اغمق لون صفار فيهم، اما الصفار الفاتح ده بيبقى او الغامق بيبقى تبع الجينات الوراثية للفرخ. طيب هنقول بعض النصائح لسلق البيض. اولا المفروض ان احنا بنغسل البيض قبل ما نسلقه. ثانيا بنحط البيض في وعاء يكون على قد الكمية اللي احنا هنسلقها، يعني ما يبقاش هنحط بيضتين ونحطهم في حلة كبيرة، كده البيض هيخبط في بعضه هيتكسر مننا في المية. كمان يفضل ان بعد ما المية تغلي نبدأ ننزل البيض في المية المغلية. كمان في حاجات بنقدر نسلق فيها البيض، يعني انت بترصي البيضة وبتحطيها في الكهرباء وتسيبيها وهي بتبدأ تشتغل تلقائي. طيب لو احنا عايزين البيضة تطلع من القشرة من غير ما البيض يلزق معانا في القشرة ويطلع مقطع وشكله مش لطيف، بنحط رشة ملح او معلقة من الخل او رشة من الكربوناتو اللي هي الكربونات الصودا او البيكنج صودا، بنحط منها رشة في المية وهي بتغلي. ده بيساعد على ان البيضة لما تستوي القشرة تفصل بكل سهولة عن البيضة من غير ما تقطع البيضة معايا. طيب ايه هو المدة المناسبة لسلق البيض؟ من 7 ل10 دقايق. لو عايزين الصفار يبقى طري شوية مش سوا كامل يبقى كفاية 7 دقايق في السلق. لو عايزينه يبقى مستوي بس مش ناشف لدرجة شديدة يبقى 10 دقايق كويس جدا.
وبعد سلقه بنشيله ونحطه تحت المية العادية علشان خاطر البيضة تقف عن السوى، والصفار ما يفضلش يستوي معانا وينشف جدا جوه البيضة ويبقى بيضايق اللي بياكله. ده كده شكل البيض لو القشرة لزقت في البيضة وحاولنا نطلعها بيقطع البيض معانا. ودي اشكال صفار البيض بعد ما اتسلق. البيض اللي خد وقت كتير في السلق بصوا شققت ونشفت، انما البيضة اللي خدت السوى المظبوط طالع الصفار بتاعها طري شوية لكن مش ني. كمان هوريكم صور لألوان الصفار اللي بيبقى غامق او فاتح، وده احنا اتكلمنا عنه في اول الفيديو. طب هل معنى كده ان احنا لو كلنا البيض الصفار بتاعه كده ده يبقى مضر علينا وما يبقاش صحي؟ لا بالعكس، للي بيتقبل ان هو ياكل الصفار بالشكل ده ياكله بألف هنا وشفا، مفيش منه اي ضرر. سوى الاكل ده بيختلف من شخص لشخص. طبعا بقى من ضمن البيض هو البيض المقلي، ونقدر بقى نجيب قطاعات كده ليها اشكال ونعمل البيض على شكل القطاعات علشان يعجب اولادنا ويحبوا ياكلوه. وطبعا احنا عارفين البيض المقلي كتير جدا بيحب ياكله وبيستسهله علشان الصفار بتاعه مش بيبقى بنفس طعم صفار البيض المسلوق. وزي ما احنا عارفين ان كمان في بيض بيبقى ليه صفارتين، هي بتبقى بيضة كبيرة شوية وليها بوز مدبب ارفع من البيضة العادية وبيبقى جواها صفارتين، فالبيضة بتعادل بيضتين من جوه. طبعا البيض بقى بيدخل في اكلات كتير وبننوع ونشكل في الاكلات اللي بيتعمل منها البيض. واحنا جبنا بعض الاكلات اللي بتتعمل او بيدخل في عملها البيض بشكل كبير، وفي اكلات تانية بنضيف فيها البيض بنسب، لكن دي اكلات بتتعمل اصلا من البيض، بيبقى مكونها الاساسي بشكل كبير هو البيض. طبعا بيتعمل حاجات حادقة وحاجات حلوة من البيض، وفي اكلات كتير 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 جدا بيدخل في صناعتها البيض، بس احنا جبنا لكم بعض الحاجات. وطبعا كل وجبة بيدخل فيها البيض بتدي طعم غير التاني، يعني طعم البيض مش ثابت معانا في كل أكلة بنفس الطعم. ودي صور للحلويات اللي ممكن يدخل في صناعتها البيض. وبكده احنا حاولنا نقول لكم كل المعلومات اللي نعرفها عن البيض والفوائد بتاعته وعن انواعه، ونتمنى ان يكون الفيديو عجبكم. والفيديو بتاعنا خلص لغاية هنا، ويا رب يكون فيديو خفيف وافادكم. ولو الفيديو عجبكم هستنى تعملوا شير ولايك للفيديو وتدوسوا على زر اشتراك وتفعلوا الجرس لو حابين يوصلكم مننا كل جديد. واشوفكم في يوم جديد بفيديو جديد، واترككم في رعاية الله وامنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.